السادة الحضور، السلام عليكم. أنا الشرايشي، والنهاردة هنتكلم عن الواد الشاب اللي اتضرب من عمرو دياب. مش هدخل في نية حد، لا نية عمرو ولا سعد أسامة المضروب. اللي أنا شفته إن سعد شاب أسمراني عايز ياخد صورة، وده حقه، حتى لو بيطارد المشاهير زي ما بيقولوا برضه ده حقه، بس بالأصول يا صاحبي. لكن ده حط إيده بالطريقة دي. أما عمرو دياب فهو راجل خلقه ضيق، سامحوه بقى، راجل عدى 60 سنتين 3 ويبقى مسن. المفروض كان سعد أسامة يطلب إن هو يتصور كلام أو حتى بالإشارة، بس مش بالشدة كده يعني. وسعد أسامة دخل عليه، دخل يتصور من غير ما يطلب لا بالكلام ولا بالإشارة، دخل كده ومسكوه. دخل الدخلة دي وهيحسبوا إيه؟ متحرش ولا حرامي في وسط الزحمة جاي يسرق حاجة؟ بس طبعا عمرو غلطان، بس مش بالدرجة اللي انتوا متخيلينها. الموقف كله 3 ثواني يعني، رد فعل سريع، واكيد مش مقصود. واكيد برضه عمرو غلطان، بس ده غلط صغير، او على الاقل مش مقصود، مش جريمة كبيرة. لكن في غلطة تانية، في حاجة تانية، اعلان لشركة مقاطعة، دي تالي غلطة كبيرة. عموما ده مش موضوع حلقتنا. هو بصراحة أنا مش مهتم مين غلطان أوي، أنا بتابع زي بقية الناس، يمكن رأيي مش مهم، بس رأي الناس أكيد مهم. أنا خدت جولة في شوية فيديوهات وبوستات وقلت أشوفها معاكم، يلا بينا نشوف. وده فيديو قديم لعمرو دياب، ايام لما كان بيتحضن عادي والناس تبوسه عادي تتصور معاه، وعاملين عليه حفله. يعني ده شورت ومحطوط عليه فستان، ولا هو فستان بشورت، ولا ايه الدنيا؟ مش فاهم. ليلى علوي كانت مستنيه البوسه التانيه، بس هو باين عليه قال لها كفايه عليكي كده، ولا تاخديه قلم من فوقك. ايه وقفت ليه؟ ده مش ممثل ولا مغني، ده الواد اللي عمرو دياب اداله بالقلم. انت بتعمل ايه يا كابتن؟ طيب أوي أحمد شيبة، أو يمكن راجل جتة. أنت بتعمل إيه؟ هو عايز إيه بالظبط؟ محبوب أوي أحمد شيبة، بص رد فعله هادي إزاي، لا انفعل ولا بتاع، والراجل طيب وهو محترم. ده نازل فيه بوس ولا كأنه رقاصة. وده الفيديو من زاوية تانية، أو جايز عمرو ضربه أكتر من مرة. أما الراجل اتضرب وماشي على طول. هو الراجل طلع يتصور مع تامر عاشور، إيه ده؟ ده شاله. اتخنق منه، لا فكر يضربه بالقلم ولا أي حاجة، شاله وكان هيرميه. بس تقريبا افتكر إن في كاميرات. عليك يا حبيبي يلا. الفنان عمرو دياب، الناس كلها بتنتقد تصرفاتك مع الموجب اللي حاول يتصور معاك. ليا حق اعمل كده، ده كان فاكرني العريس. طيب وايه المشكله يا فندم؟ ماله العريس يا عم؟ بقول لك العريس كان فاكرني العريس وهيوجب معايا. ايه ده مجنون ده ولا ايه؟ اوبا، ايه السوبليكس ده؟ الراجل اخد السوبليكس ولا اتكلم ولا اي حاجه، اتعلم منه. احمد عز بيبوسه من كتفه وهو قلقان، خايف يرزعه قلم هو كمان. بص اهو ميسي اهو، الناس بتقطع نفسها عليه وهتاخد منه حته كتذكار وما اتكلمش. ده اتقمص دور عمرو دياب. الله ده اللي فيها يعني. هو تامر اهو نموذج يحتذى بيه، خده قدوه ليك بقى. ايه ده؟ بس بلاش تتعلم منه خفه الدم دي. ده شربيني. حقك طبعا يا حاج، بس لو خدت 5 مليون جنيه حقك طبعا يا حاج، بس لو خدت 5 مليون مثلا، ابنك هيفتح له مشروع كويس هيفرق معاه في حياته. يعني ده خطوة كويس، وفي نفس الوقت في حاجة اسمها حق عرب، وده معروفة في العرف يعني. انتوا أحرار برضه. هو الناس ابتدت تلسم بقى، يقول لك هيتعشى بكره في قصر الكبابجي وهيحبس بشاي مع عمرو اديب عادي، على اساس يعني ان ايه، ان انتوا بتطلعوا بقى المهندسين والعلماء يعني. هاي استاذ تامر، ازيك عامل ايه؟ فحضرتك لو كنت مكانه مثلا كنت برضه هتقول لا، ولا كنت هتحدد رقم اكبر، او ده كام يعني لو كده؟ الواد اللي شد عمرو دياب من ظهره بالاخبار وشده من وسطه وعايز يعمل سيلفي، وله سوابق قبل كده مع محمد رمضان ومحمد فؤاد، وهو بيبحث عن الترند والشهرة رغم ان ضد ضربه بالقلم. لكن بقول برضه ان هو بين نقط عايز يعمل زي الواد بتاع الكشري التحرير وغيره. طبعا هتلاقوه استضافوه في معظم البرامج، وهيعمل قناة على اليوتيوب ويدخل في برامج ودعم وهيصة وكلام من ده. هو ما قالش كلام من ده. نقط قلم الشهرة.
تقريبا كان بيضحك كده. وايه يعني ما دام هشتغل والم فلوس، وخصوصا ان في كتايب على السوشيال ميديا، واللي يقول لك السعيد اتضرب، واللي يقول لك عمرو اهان الشباب، لكن ما فيش حد هيقول لك ان اي حد من حقه يدفع عن فلوس. كلام يحترم. احنا قلنا راينا وراي كل الناس تقريبا. بعد ما صورنا الفيديو وخلصنا المونتاج والفيديو كان نازل، شفنا الخبر الغريب ده. محامي عمرو دياب عمل محضر لصاحب الواقع، الراجل المضروب. ايوه متستغربش. عمل محضر لسعد أسامة. السؤال: عمرك شفت سفالة أكتر من كده؟ بعيدا عن أي حاجة، الموضوع غريب جدا 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 جدا. أنا صراحة أول ما شفت الخبر يعني أول حاجة قلتها يعني والله العظيم أول حاجة قلتها يعني الولد اتضرب وخلاص بقى حديث الناس وكل الناس عارفة سعد أسامة اللي اتضرب بالقلم من عمرو دياب، وأنت في الآخر خلاص راح تعمل له محضر، والمحضر طبعا يقلب قضية. يعني إيه القصة دي؟ ده افتراء، ده افتراء. من الاخر لو اي محامي صغير هيقول لك ان اكيد اللي اتضرب ده ليه حق مدني، واكيد يعني ايا كان يعني هيكون اكتر من حق عمرو دياب. ما تستقواش. وعمرو انت خسران يا عمرو، والله العظيم انت خسران. الناس ابتدت تكرهك، واللي ما كرهكش ابتدى ياخد منك موقف، والناس شايفه عمرو ده حاجه غريبه. ده احنا كنا مقلقينه، ده احنا كنا حاطينه في مكان مش في مكانه، وخصوصا بعد موضوع المقاطعه. انت عارف كويس ان موضوع المقاطعه ده مش هيعدي بالساهل. يا عم تجاهلنا ماشي يا عم، انا مش من جمهورك يا عم ولا عايز ابقى من جمهورك، بس اتعامل بالعقل.